ومع كل جلسة معلومات ووقائع وسجالات جديدة. والجدل هذه المرة تمحور حول رفض النيابة العامة خلال جلسة الثلاثاء التي تمت في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض النيابة أخذ تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعين الاعتبار في القضية. تقرير قدمه أحد محامي هيئة الدفاع وتضمن مجموعة من الحالات التي اطلع عليها المجلس، والتي توضح حسب التقرير تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب والتعنيف أثناء وجودهم لدى الشرطة القضائية. رفض انتفض ضده محامو الدفاع منددين بما وصفوه بتشكيك من قبل النيابة العامة في صحة التقرير. وضع يدفعنا للتساؤل بدورنا عن السبب الذي جعل النيابة العامة ترفض بأخذ تقرير المجلس الوطني بالحسبان، مع أن المجلس يعتبر مؤسسة دستورية. هل يعود ذلك لاعتبارات شكلية أم لأسباب جوهرية؟ وهل يمكن أن نعتبر أو أن نرى في تعامل النيابة العامة تناقضا مع ما تريده الحكومة من تطبيق للخطة الوطنية لحقوق الإنسان؟ وهل نرى أيضا تدويلا قادما للقضية بعد الجولة التي قام بها والد ناصر الزفزافي في أوروبا للمطالبة بالتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراك؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية من الرباط السيد طارق الأتلاتي، رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، وهنا في الاستوديو مع السيد عبد الصمد أيت عيشة، الصحفي والعضو في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. شكرا. أبدأ معك ربما سيد طارق الأتلاتي من الرباط، وأسألك لماذا ترفض النيابة أن تأخذ بعين الاعتبار تقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ مساء الخير، تحية لك أستاذة دنيا وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة فرانس 24. لا شك وأنا أتابع القناة قبل قليل لاحظت في طرحك لأسئلة على عضو من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن لك موقف قيمة فيما يرتبط بحكم قيمة فيما يرتبط بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أنا أريد أن أؤطر ليس لدي آراء عادي قيمة، أنا فقط أطرح أسئلة لطلب الأجوبة. أنا سأجيب. طيب أنا سأجيب. في إطار تأطير هذه الحلقة يجب أن ننتبه بأنه يجب أن يتوفر لنا الحد الأدنى من المتن القانونية لفهم المنظومة القضائية ومن خلالها المساطر التي وهذا تدار ما بها نطلبه منك السيد طارق الأتلاتي، أن توضح لنا حتى نفهم ويفهم صحيح. المشاهد. على بركة الله. إذن حينما نتحدث عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أولا يجب أن نعرف بأنه من تجليات الديمقراطية في المملكة المغربية تفاعل المؤسسات الدستورية بعيدا عن الإملاءات. وهنا أريد أن أعود مباشرة إلى أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان نحترمها في حدود ما يتم استنتاجه من قرارات وشهادات متصلة بأصحابها. هذا أولا. وهذه التقارير التي ينسجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما هي إلا وثائق لا ترقى إلى مستوى الوثائق الرسمية التي يعتمدها القضاء للبت في النوازل. طيب. بمعنى أن تقرير لكي أشرح هذه النقطة. طيب. أنا قلت سنؤطر قانونيا هذه الحلقة، وهذا مطلوب. أنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حينما يعطينا تقريرا هو ليس بوثيقة قضائية، بل هو عبارة عن رأي شخصي قابل يعني مضمونه وتفاصيله. كيف نصف هذه التقارير؟ هل هي تقارير استشارية مثلا؟ كيف نصفها قانونيا؟ أنا سأشرح. لأن الوقت ضيق، يعني حتى نعطي الحق أيضا للضيف الآخر هنا في الاستوديو. مضامين وتفاصيل القرار أو تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي بطبيعة الحال قابلة صالحة لكي تكون نقاش عمومي، ولكن ليس داخل المحاكم بل في إطارات أخرى كما هو متعارف عليه لدى الدول الديمقراطية. طيب. في تجليات هذه الديمقراطية. طيب واضح. سيد عبد الصمد أيت عيشة، كيف ترد على السيد طارق الأتلاتي، ولماذا ترفض النيابة الأخذ بعين الاعتبار بهذا التقرير؟ أعتقد بأن السيد طارق الأتلاتي قال شيئا خطيرا، وهو أنه اعتبر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا
مبنيا على تقريرا شخصيا، وهذا هذه مساله يعني مؤسسه والمجلس دستوريه الدستوري. اسسها الملك باعتبارها مؤسسه دستوريه للبت في قضايا حقوق الانسان في المغرب ويعتبرها رايا شخصيا. هذه مساله اولا يجب ان نطرح عليها الكثير من الاسئله. ثانيا مساله ان لا ناخذ اي نوع من الاسئله يعني ما مدى جديه المجلس الوطني لحقوق الانسان، ما مدى جديه المؤسسه، ما مدى يعني ما هو موقعها على مستوى يعني الفضاء المؤسساتي المغربي. اذا اعتبرنا ان تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان هي تقارير شخصيه، فيجب ان يعني ان نلغي عنها الصفه الدستوريه وان نعتبرها مؤسسه مدنيه كاي جمعيه او كاي شخص. لكن هو قال ربما ان هذه التقارير مهمه، لكن لا يجب عفوا سيد طارق أتلاتي، لا يجب الاخذ بها على المستوى القضائي قانونيا. طبعا يعني. هذا ما اريد ان اشير اليه، هو ان هذه المؤسسه الدستوريه التي تسمى المجلس الوطني لحقوق الانسان هي هيئه شريكه في اصلاح القضاء، وأن السيد إدريس اليزمي رئيسها هو عضو في هيئة إصلاح القضاء. فبالتالي هناك ارتباط أساسي ما بين هذه المؤسسة الدستورية وما بين القضاء. ثانيا عندما نعتقد عندما توجد هناك أي تقارير معينة سواء لجمعيات مدنية أو سواء لمؤسسات دستورية، وهذه التقارير مبنية على مقابلات مع الضحايا وفيها تصريحات بالتعرض للتعذيب، فيجب على النيابة العامة أن تستقبل هذه التقارير وأن تحللها وأن تقول في ذلك رأيها. نعم. فبالتالي لضمان ما يسمى يعني بالمحاكمة العادلة، علينا أن نستمع إلى جميع الأطراف. وتصور لو كان هذا التقرير مصيري في محاكمة معتقل الريف عفوا. طيب سيد طارق أتلاتي، ماذا ترد على ما قاله السيد عبد الصمد عيطعيشة؟ قال بأن هذه المؤسسة دستورية، بأن السيد اليزمي هو عضو في هيئة إصلاح القضاء. رجاء لاحظت من حيث الشكل في تسيير النقاش لم تقاطعيه ولو مرة واحدة. قاطعته. خمس مرات. لا قاطعتني 5 مرات. لا أنت ربما لديك مشكلة في الحسابات. لم قطعته كذا مرة وأعطيتك وقتا كافيا أيضا في أنا أشتغل مهني وبمنهجية. الضيف قال بأنني قلت أمرا خطيرا، بمعنى أن المسألة تؤخذ من أشخاص، والآن يقول لك بأن التقارير المجلس الوطني تؤخذ من المتهمين أقوالهم في هذه التقارير. الوثيقة التقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليست وثيقة رسمية تدرج في الملف المحاكمة. أنا قلت بأنها تصلح للنقاش العمومي في إطار الممارسة الديمقراطية لكن هذا يمكن أن يعود أيضا لنظر القاضي في هذه القضية. ربما القاضي قد يرى وقد يعتبر أن هذه الوثيقة صالحة لأخذها بعين الاعتبار. لدى القاضي هذه هناك لاحظي معي القدرة. أنا سأتي لتفكيك المسألة. أنا قلت في البداية وتمنيت لو أن الضيف له حد أدنى من المتن القانونية لفهم المنظومة القضائية، ولكن أعتقد أن له تخصص آخر. على أي لكل منا تخصصه. أنا الآن أقول له لكي نفهم، يبدو بأن البعض من هيئة دفاع المعتقلين من خلال هذه محاولة فرض هذا التقرير إنما يحاولون تهريب فصول المحاكمة بعيدا عن المساطر، لأن الملف هو يعني يحاولون إقحام مسألة حقوق الإنسان في هذه المحاكمة. هذا ما تريد أن تقوله؟ تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليست بوثائق رسمية مدرجة. ونحن هنا حينما نتحدث دعيني أتكلم رجاء. حتى يكون النقاش متكافئا يا سيد طارق الأتلاتي، يعني لا يجب أن تتحجج كل مرة بأنني لا أتكلم. يجب عندي بعض طيب باختصار عندي بعض الأجوبة لبعض النقاط. طيب نستمع إلى السيد عبد الصمد ثم نعود إليك.
لحظة دعنا نستمع إلى عبد الصمد عيشة ثم أعطيك حق هذا الرد. التقرير هو بين يدي النيابة العامة وتعرفه جيدا، وقد طيب ما هي الأسباب الحقيقية وراء رفض النيابة العامة؟ أقول لسيد أتلتي إذا كانت هذه الوثيقة لا تصلح قضائيا، لماذا أحالها وزير العدل على النيابة العامة؟ طيب لماذا أحالها وزير العدل على النيابة العامة؟ سيد الأتلاتي. نعم، فأنا قلت رجاء، نحن أطرنا الحلقة وهي قانونية. أنا أتحدث معك على المستوى القانوني يا سيد أتلتي. نحن نتحدث عن محاكم وقضاة نكن لهم كامل الاحترام للخبرة التي معرفون بها. هو بها. طرح سؤال، لماذا أحال وزير العدل هذه الوثيقة على النيابة العامة؟ خطوط حمراء. أنا سأقول لك، هناك جهة داخل هيئة الدفاع تحاول تهريب هذا الملف خارج إطار المساطر. ولاحظي معي، وأنت بدأت النقاش بالجولة التي كان يقوم بها ذلك الشخص. أقول لك من هنا لا والد الزفزافي، لا نقول ذلك الشخص، نتحدث هنا عن مواطن مغربي ووالد الزفزافي السيد أحمد الزفزافي، ونحن استضفناه هنا في فرانس 24. طيب. وهو عزيز على قلبك. طيب. وهو عزيز على قلبك. أنا لاحظت. أنا أقول لك، كل من يستقوي على الدولة المغربية هو يسقط في إطار الخيانة العظمى. وسأقول لماذا؟ لا، هذه اتهامات خطيرة سيد طارق. لأن أنا أقول وأتحمل مسؤوليتي، لأن أطوار المحاكمة لا زالت المواطنات والمواطنين المغاربة يتابعونها ولم تنتهي وليس فيها حكم يعني نهائي. تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر خيانة؟ يعني الجولات خارج الوطن، أنا سأأتيك. الجولات خارج الوطن ولدى دول معينة معروفة بنصبها للعداء للمملكة المغربية. هو قالها السيد أحمد الزفزافي، قالها على قناتنا حتى نكون عادلين. لحظة حتى نكون عادلين. قال بالسيد أحمد الزفزافي وحكى لي عن طريقة التعذيب التي تعرض له ابنه، كان يضرب مع الحائط. حكى لي، انظري اسمعي المصطلحات. نعم، أنا بصفتي كصحفي نتكلم لغة قانونية. هو ينقل كلام عن أحمد الزفزافي والد الزفزافي. قليلا نتحدث بحكمة وعن موضوع مهم جدا حتى يكون النقاش مسموح. تعرض للتعذيب وكان يضرب على الحائط، وهناك شخص آخر كسرت أسنانه عبر لكمات قوية عند التحقيق، وهناك أشخاص آخرين. نحن نتحدث عن تقرير مجلس وطني لحقوق الإنسان، هو تحصيل حاصل، بمعنى أن هناك تعذيب وارد، وأن هذا التعذيب ملف المحاكمة ليست فيه أي وثيقة رسمية. لا نتحدث عن وثيقة. تصريحات المعتقلين، معتقلي الريف، يقولون أنه تعرضوا للتعذيب، ووفق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أي شخص يتعرض أو يصرح بتعرضه للتعذيب، فالدولة أو الجهة التي مارست هذا التعذيب هي التي من يعني يجب أن تثبت أنه ليس هناك تعذيب. هذا خرق للمادة الرابعة عفوا، عندما تقول المادة الرابعة يعني تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن هذه الجرائم لأن هناك خبرة طبية أقر بها أو أمر بها قاضي التحقيق، فوجد أن هناك عدد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب. هناك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقول بأن هؤلاء تعرضوا للتعذيب. هناك تصريحات، وهذا هو القوي في القصة. هناك تصريحات لحظة. هناك تصريحات للضحايا يقولون بأنهم تعرضوا للتعذيب، وليس للتعذيب، أبشع أنواع التعذيب. طيب يعني مفهوم. سيد طارق أتلاتي الآن تفضل. سيدتي، أنا حينما تحدثت عن محاولة إقحام تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه المحاكمة، إنما هو محاولة من البعض لتهريب أطوار المحاكمة خارج إطار المساطر، ووصل الحد بالبعض إلى احتقار قضاء المملكة المغربية بأن دفع باتجاه الذهاب إلى القضاء الدولي. لاحظي معي سيدتي، كل من يذهب في القفز للاستقواء بدولة أخرى إنما يسقط في 3 أمور. أولا، مس خطير بسيادة المملكة